بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبت لكم حلوه سهله بالزيت، يعني اقتصاديه 100%. اذا عندي هنايا زوج حبيبات بيض، ندير فوقهم كاس ماشي معمر تاع سكر كلاص، وندير رشه تاع الملح، ونخلط مليح حتى وين يبيض الخليط. هنا بعد ما خلطته مليح مليح راح نزيد كاس نتاع الزيت، والكاس اللي يرفد 220 ملي. رايحه ندير الزيت غير بشويه برك هكا ونخلط حتى يولي الخليط خاثر. يعني السر تاع الحلوه هذه باش تنجح لكم لازم تخلطوا السكر مع البيض والزيت مليح حتى وين يختلنا الخليط. هنا بعد ما خلطته مليح مليح حتى وين ولا الخليط خاثر، رايحه نزيد كاس نتاع لا مايزينا. نخلط المايزينا مليح حتى وين تدخل كامل في السوائل. من بعد رايحه نزيد مورف صغيره نتاع لافاني يكون بودغ، ونزيد لافاني السائله. هذا لافاني ممزوجه بالزبده ولافاني راح تعطي لنا مذاق رائع، باسكو درتها بالزيت ودرت لها شويه تاع لافاني هذا يعني السائل الممزوج بال الزبده والفانيا. هنا درت زوج معارف نتاع لافارين اللي حمصتها، راح تعطي لها بنه يعني خياليه، بنه رائعه جدا جدا. كي ديروا فرينه تحمصوها وتغربلوها تنحوا لها هذيك التكتلات، رايحه تمدلنا حال تمدلنا يعني ذوق رائع. هنا رايحه ندير الفرينه، الفرينه راح نديروها برك بالتدريج وما نخلطوش بها، ما نبالغوش في التخلاط باش ما تخرج لناش الفرينه العلك نتاعها. رايحه ندير مغرف صغيره نتاع لافاني، عفوا نتاع خماره الحلويات، خميره الحلويات، ونخلط مع الفرينه هكا حتى وين نجمع العجينه. هنا الفرن راني شعلته 120 درجه، وجدت السنيوه نتاعي درت لها الزيت، ووجدت المول اللي رايحه نطبع به. هذه الحلوى تقدروا ديروها ليه تخرج لكم كميه يعني لا باس بها، وكذا يعني تفرحوا العائله تاعكم كي يدخلوا يشربوا قهوه يلقاو طبسين تاع الكاطو فوق الميده. هذيك الدنيا وما فيها، يعني هذيك راح تفرحوا بهم العائله تاعكم، ولا تروحي لصاحبتك ولا لاي يعني عندك يعني عرضة ولا تديها معاك في يديك، يعني هذه ولا غير يعني أكثر من اللي راح تدي لها حاجة نتاع الفاكهة، ولا راح تفرح بيها، خاصة إلا رحتي يعني بلا ما على بالها وما تحطها لك فوق الطابلة تشربي بها قهوة وعلى بالك بلي انتي اللي درتيها. شوفوا هنايا العجينة ما راهيش تلصق وماشي قاسحة، يعني راهي طرية وميمطو ما راهيش تلصق وماشي ثقيلة يعني يابسة. هنا هذا هو المول درته داخل مايزينا ورايحة نقطع به هكا. وهنا الحلوة هذه تقدروا ديروا بها اي مول اللي عندكم تقدروا ديروا به، ولكن انا شفت هذا المول عجبني بزاف قلت نديروا بالزيت باش يخرج لنا يعني حلوة اقتصادية ما فيهاش يعني المكونات بزاف هكذا. هنا كامل هكا ونكمل كامل العجينة نتاعي نديرها يعني نحسب الحبات اللي ما قطعتهمش. هنا ما نقطعش الحبات، إلا درتو 20 حبة ما قطعتهمش ديري 20 حبة تقطعهم في الوسط. شوفوا كيفاش تخرج لنا يعني طابت. أنا نحب ومنات بيتي يحب الكاطو لازم طيب مليح، بس كي طيب مليح تعطيلك واحد القو خير ما تخليها هكاك بيضاء. هنا تعطيلك القوام رائع والبنة، خاصة كي تخلطيها مع لا كونفيتور. ولا كونفيتور هذه خلطت لها درت لها زوج مغارف نتاع الطوفيا اللي وتشدها معاكم.
خلطها مع لا كونفيتور راح تعطي لكم بنة على بنة هكذا. ونكمل كامل الكمية من بعد نعمروها مع بعض. هنا شوفوا بعد ما كملتهم كامل بقات لي هاد شويه نتاع لا كونفيتور، رايحه ندير لها زوج مغارف نتاع كريمه البندق اللي حضرتها معكم. هذه الكريمه ما تخطينيش على بالكم بنه نتاعها ولا اروع. رايحه نزيد عليها زوج مغارف كاوكاو المحمص والمرحي ممزوج بالزوج مغارف تاع جنجلان محمصة والمرحي، رحيتهم مع بعض عطت لي بنة. يعني كي تخلطي الكاوكاو مع الجنجلان رايحة تمدلك البنة تفواياجي معاها كي تاكليها، يعني تحسي بالبنة رائعة. شوفوا هنايا كي كملتهم كامل شوفوا كيفاش خرجوا رائعين وشباب، يعني شابات كي ديريهم فوق الميدة يعني تاكليهم بالفنجان تاع قهوة كحلة ما شاء الله. اذا رايحه نقسم لكم الحبة باش تشوفوها يعني كيفاش خرجت الداخل. شوفوا هنايا كيفاش يعني شوفوا هذيك الكريمة اللي درت لها من الوسط يعني ما تيبسش تبقى هكاك طرية. شوفوا الداخل كيفاش مقرمشة والبنة نتاعها راني نبازي على البنة. اذا شهيتكم في الجنة ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.